النهارده بقى عامله اكله حلوه قوي لحبايب قلبي اخواتي، قبل ما يكونوا ولاد خالتي طبعا جايين النهارده مشرفيني، فعملت لهم اكله حلوه قوي. هي خفيفه جدا. انا كان نفسي اعمل لهم الدنيا كلهم، ما يستاهلوا اكتر من كده، بس الموجود الجودة بالموجودة زي ما بيقولوها، وانا عارفة ان انتوا تاكلوها بملح معايا. اهم حاجة ان احنا نبقى مع بعض. فالنهاردة عملت لكم حاجة خفيفة. انتوا كنتوا مش عايزين ان انا اكلف نفسي، بس انا والله ما مكلفة نفسي، ده حاجات بسيطة جدا كانت في البيت، ما عملتش اي حاجة، ما في اي افتكاسات فيها. يا رب بس اتمنى ان الاكل يعجبكم. ودي تبقى النهارده وصفتنا. رز بالخلط بالبسلة، عليها دبابيس، عليها أجنحة بالصوص البافلو، ومعايا أجنحة اللي هي بطريقة البانيه، ومكرونة وصلصة، وكفتة كانت عندي بالطريقة ديت، وبيبسي ساقع معانا ومخلل. وألف أنا وشيف على قلوبكم يا حبايب قلبي، انتوا تستاهلوا الدنيا كلهم. ويلا بينا اوريكم الطريقة. بس قبل اي حاجه عايزه اخواتي وحبايبي اللي بيتفرجوا ويتابعوني يعملوا لي اشتراك ولايك ويدعموني، عشان انا بحب دعمكم ليا وتعليقاتكم ليا. دمتم بخير يا حبايب قلبي، ويلا بينا على الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم كل اخواتي، وحشتوني قوي. اسفه على التاخير. جايه لكم النهارده بقى بوصفه رهيبه حلوه جدا، وفي نفس الوقت مش مكلفه، وحاجه جديده وطعمها حلو في نفس الوقت، وهتعجب الاولاد ان شاء الله. بس قبل ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، حياتك جنة الفراحه وفي امان. هنبدا معايا دلوقتي اجنحه، انا قطعتها نصين. الكميه اللي انت عايزاها غسلتها وحطيتها في المحلول النقع بتاعي اللي انا قايله لكم عليه دايما. ملح، ليمون، شويه جنزبيل، شويه دقيق، واسيبهم منقوعين فيهم. بعد ما غسلتها كويس وصفيتها، بشرت عليها بصلايه وطماطمايه وشويه فلفل اسمر وشويه ملح، وسبتها في التلاجة كده لمده ساعه على الاقل او ساعتين. ودلوقتي هنعمل وصفتين من الاجنحه دي، الاتنين احلى من بعض. اول حاجه معايا زيت هنا مغلي، ده زيت فراخ على فكره يا جماعه. فانا حرام ان انا ارميه، انا سيبته يقدح قوي. هجيب الأجنحة كده وهي نية كده، هنقلي منها حبة بنفس الشكل كده. هنقلي منها حبة حلوين، هعمل لهم صوص ليها رهيب هيعجبكم كلكم. وهعمل الوجبة وهعمل منها برضو حبة، هوريكم الطريقة، الاتنين هيبقوا أحلى من بعض. وهعمل جنبها شوية رز بالخضار بالبسلة، وطبق مكرونة بالكوسة. انا هقلي كميه يعني نصهم بالشكل ده، وهعمل لهم صوص حلو قوي. انا حطيت اهوت حبه في الزيت، هسيبهم يستووا. هتقولوا لي ازاي يا ام يوسف تحطيها نيه؟ هقول لكم اعملوها بنفس الطريقه ديت وانتوا هتحبوها. الاكله دي اساسا بياكلوها الامريكيون، ف يعني بص رهيبه رهيبه هتعجبكم جدا. هي اجنحه بصوص البافلو. بكل الامكانيات اللي عندك، مش متاح عندك ممكن تعمليها بكذا طريقه على فكره. انا جايباها يعني اللي حاببها الاكله دي، وفي ناس ممكن ما تحبهاش، فانا هعمل نصها كده ونصها بالفيجيتار والبيض، وهوريكم برضو هنعمل ايه. وهنا هنجيب الحله عشان نعمل الرز. فعقبال ما الاجنحه تستوي هجيب هنا حله فاضيه، هنحط فيها شويه زيت على معلقه سمنه. حطينا كده معلقتين من الزيت على معلقه سمنه او زبده، وحطيت كده نص بصلايه قطعتها حاجات صغيره، هقلب فيها شويه لحد مش عايزاها يعني انا عايزاها تدبل بس. هحط عليها كام قرن بس من الفلفل الحامي، وحطينا ورقتين من الورق اللوري مع ليمونه مجففه مع نص عود قرفه، وهقلب الكلام ده كويس قوي. اكيد انت كده عرفت انا هعمل ايه. هعمل رز بلدي بطريقه البسمتي، بس بطريقه حلوه قوي بالبسله. هضيف معاه بسله بس، ولو في جزر متاح ممكن تضيفيه، بس انا ما عنديش. حطيت واحده ماجي عليها بالشكل ديت، واقلب شويه.
التوابل بقى اللي هنحطها: بابريكا، كاري، كركم، رشه من القرفه الناعمه، فلفل اسمر، ملح، مش اكتر ولا اقل. هحطهم بالشكل ديت وافضل اقلب برده شويه. وهحط معلقه هنا اهوت. حطينا الرز بعد ما الميه غليت اهي بالمقدار بتاعها، وقلبناه كويس ودونا الحضان بتاعه، وهسيبه بقى يغلي مع نفسه. وبعد كده اوطي عليه خالص زي الشمعة. وهنا جبنا حله فاضيه عشان اعمل فيها صلصه، لاني مش هعمل مكرونه بالخضار بالكوسه. اولادي عايزين مكرونه ساده عشان عملت رز بالخضار. وهنا طلعت الاجنحه هي واخده اللون بسيط. هتكمل سواها في الصوص البافلو اللي انا قلت لكم عليه، بس انا نقلت الزيت من الفخار للطاسه عشان لقيته لزق. فدلوقتي هنعمل هنا نحط شويه زيت يتقدحوا. هنعمل صلصه خفيفه من غير ثوم او بصل. هحط شويه زيت وهحط صلصه. انا الصلصه دي مصفياها ومخزناها في الفريزر. وهحط عليها شويه فلفل اسمر وشويه ملح، مش اكتر ولا اقل. هي دي الصلصه اللي انا مفرزاها، هي تلج طبعا. انا بحطها في علب زي دي كده للاستخدام. دي طبعا هبقى اعمل لكم فيديو للتفريز بتاع الطماطم بتاعتي. دي يا دوبك هتاخد غلوتين مع التوابل اللي انا هحطها، وشكرا على كده للمكرونه. وهسلق المكرونه وهخليها لوحدها برده. حطيت الصلصه اهوت. هحط شويه من الفلفل الاسمر، حطيت شويه من البابريكا، ومعلقه صغيره من الملح عشان انا حاطه برده ملح في الطماطم لما خزنتها. هسيبها بقى تغلي. هي دي تسبيكه المكرونه النهارده. هي خفيفه جدا بدون ثوم او بصل. وهنا اهو معلقه على ميه عشان خاطر المكرونه. وهنا اهو بقى الباقي. هنعمل هنا الصوص بتاع الاجنحه. هحط نص كوبايه من العسل بالشكل ديت، مع نص كوبايه من الخل الابيض، مع معلقتين حلوين من الصويا صوص، مع معلقه كبيره من صوص الباربيكيو بالشكل ده كده، مع معلقتين كبار من الكاتشب. الصوص ده حلو جدا. وهقلب كل الكلام ده مع بعض لحد ما يتجانسوا كلهم مع بعضيهم. الصوص ده رهيب 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 للاجنحه. لازم الشكل الصوص ديت. هنحط بصل باودر، توم باودر، رشه من مرق الدجاج، فلفل اسمر، رشه من ملح. هحطهم بالشكل ده كده واقلب كل الكلام ده. لو انتوا عايزين سبايسي حطوا هوت صوص بالشكل ديت. لو مش عايزين ممكن تستغنوا عنه. وتفضلوا تقلبوا كده كويس جدا وتدوقوا على لسانكم. وده هنجيب صينيه نحط فيها الاجنحه اللي احنا حمرناها، وهدلوا عليها الصوص ده كده كده. ممكن تحطوها في الفرن تتشمع شويه، وممكن تحطوها زي ما هي كده. ويا بقى لو عندك شويه سمسم تحطوهم على الوش، روعه. جربوها هتعجبكم جدا. بس انا هحطها في الفرن. هنا بقى جبنا فيجيتار حار او عادي زي ما انت عايزه. وهنا جبنا بيضتين حاطين عليهم شويه فلفل اسمر، وهنعمل فيهم هنجيب الاجنحه كده بالشكل ده كده وتحطيها هنا. هنعمل كل الاجنحه بالشكل ديت. الطريقه دي حلوه، وهي نيه هتبقى حلوه جدا بالشكل. هنخلصها كلها بالشكل ديت. وهنا على الكفر بتاع البقسماط بتاع الفيجيتار هعملها كويس قوي، واحطها في زيت غزير كده، وتسيبوها تستوي حلو قوي. هتعجبكم جدا وهتعجب الاولاد قوي قوي قوي. بقى مع مكرونه زي اللي انا هعملها مع الولاد، مع شويه رز بخضار برضو زي اللي انا عاملاه، مع شويه سلطه بس محمره، هتمشي حلوه وجميله وفي نفس الوقت مش مكلفه.
وخفيفه يعني بدون دقيق بقى وبيض وبدون قصدي سوري بدون دقيق بقى وحليب وتوابل وحاجات من ديت. سهله وحلوه زيها زي البانيه، بس هتعجب الولاد جدا. بالشكل ده كده بروح حطاها في زيت زي ما كده غزير كده. هعمل كل الكميه الباقيه بالشكل ديت وهحمرها واوريكم شكلها. جبنا هنا بقيه شويه الرجول والطفيفه زي بقيه الاجنحه عشان بعد ما طلعت في نفس التتبيله حطيتهم هنا كده في حله. وهنا الصلصه هي بسم الله ما شاء الله على ريحتها، والرز الله اكبر عليه. مش قادره اقول لكم الفلفل قد ايه ولذيذ جدا وريحته تجنن وطعمه حلو جدا. وهنا الاجنحه رهيبه، شايفين شكلها طبعا شكلها يتحدث. وهنا المكرونه بسلقها اهوت بالشكل ديت. هنعمل ايه هنا في وسط الحاجات ديت؟ هحط واحده ماجي، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر بالشكل ده كده. وهحط بقيه البصل مع الفلفل كده، والطماطمايه هي تقطعها صغيره، وحوالي 3 4 قطعات بشراهم كده حلو قوي كده. هحطهم بنفس الشكل ده كده واقلب كل الكلام الجميل قوي ده مع بعض واسيبه ياخد ودي مع بعض، ياخد ودي بشكل ودي زي ما بيقولوا. احلى رجول، محدش عيب عليا بعد اذنكم يا جماعه. وعايزه كل اخواتي وحبايبي يعملوا لايك واشتراك في القناه، عشان انا بفرح قوي 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 باشتراككم وبكلامكم الحلو بيدعمني وبيقويني. هغطيها بقى واسيبها تاخد مع نفسها شويه. وهنا الصلصه برده خلصت بسم الله ما شاء الله عليها، ولا ريحتها ولا طعمها يتجنن. تعالوا نطلع جناحة الدجاج المقرمشه ديت، اقسم بالله روعه. انا عايزه اوريكم شكلها عامل ازاي. جربوها هتعجبكم جدا وهتعجب الاولاد. وعلى فكره من جوه مستويه، انا سايباها حبه حلوين جدا. وهفتح لكم برضو واحده لان دي اجنحه مش وراك فما بتاخدش سوا. اهو حطيت الطاسه الثانيه بتاعت الاجنحه، ودي الطاسه الاولانيه بسم الله ما شاء الله. ودي المكرونه ودايه الرز اهوت الله اكبر عليه. وبكده تبقى اكلتنا خلصت. والله ما قادره اوصف لكم على ريحه الاجنحه تجنن. وبص هي والله من جوه ومن بره، بص هي سخنه عليا مش قادره ان انا افتحها، بس هي دايبه دور ومش قادره. عايزه اسمعكم الخربشه بتاعتها. وعيدي الرجول بتاعتنا، محدش يعيب عليا يا اخواتي. انا بحب الرجول انا واولادي جدا جدا. وعلى فكره دي اكله البشوات، والمفضلين اكبر اللاعبين بياكلوها لان فيها ماده نخاعيه حلوه جدا جدا للرجل الركب عامه، فجميله جدا جدا. فانا بحبها انا واولادي جدا وبحب اعملها بالطريقه دي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. ولا تقولي لي فراخ بقى ولا اي حاجه، انا بحب جدا جدا شويه الرجول دول. والله ما قادره اوصف لكم ريحتهم ايه. وهي ديت الاجنحه بتاعتنا، وده الرز بالخضار، وادي المكرونه والصلصه بسم الله ما شاء الله عليها. ودي اجنحه الدجاج اللي بالصوص البافلو، مش قادره اوصف لكم ريحتها وطعمها يجنن. انا ولادي عمالين يقزقزوا فيها من حلاوتها وطعمتها. انا يا دوب اديتها بس ايه شمه زي ما بيقولوا في الفرن، لا اكتر ولا اقل. كده تبقى اكلتنا خلصت. اتمنى تكون عجب حضراتكم. متنسونوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتفرحوني بلايكاتكم وتعليقاتكم واشتراككم في القناه. دمتم بخير يا كل اخواتي وحبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.